ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه كده، انا كان عيد ميلاد النهارده، بس انا مش بعمل حاجه، يعني انا ما عملتش حاجه ليا. ده الحاجات دي انا لقيت العيال والله فجاه جابوها، انا ما اعرفش هم جابوا ايه ولا عملوا ايه. انا مثلا قالت لي تعالي يا ماما معانا فوق دقيقه، خدت التصوير وطلعت، انا ما اعرفش، قالت لي افتحي بقى علينا الباب فجاه كده واطلعي. انا كل همي كان في البتاع اللي هم ضربوها دي، مين هيكنس الارض. كنت بقول لها انت بعد عملت كده مين هيكنس بقى الارض، مين هيكنس لنا الارض في اللي انت عملتيه ده. هم يعني ما عملوش حاجه، انا لو في دماغي ان هم يعملوا حاجه او هيجيبوا حاجه كنت على الاقل عملت كيكه. يعني حتى لو مش تورته كنت عملت كيكه، كنت عملت حاجه. ما عملتش حاجه لان مش في بالي، انا مش بعمل ليا حاجه او لحد كبير او كده. هم بس اللي بعمل لهم ساعه عيد ميلادهم بيعزموا اصحابهم. اكتريه الحاجات انا بعملها لهم هنا، ممكن اجيب لهم بقى تورتايه معاها او كده، او قطع جاتوه او حاجه. فانما احنا لا، عيد ميلادنا احنا لا. فلقيتهم بقى هم جايبين الحاجه دي، والله ما اعرف هم جايبين ايه. هم فتحوا الحصالات بتاعتهم، يعني حتى هم ما قالوليش هاتوا فلوس ولا راحوا جابوا ولا حاجه. هم فتحوا الحصالات بتاعتهم جابوا. بصوا هم قد ايه جابوا، حاجه بسيطه، انا حبيت بس اوريها لكم علشان انت يعني تنبسطي منهم، من عيالك لو عملوا حاجه، حتى لو جابوا لك بس شوكولاته واحده. لو جابوا لك حاجه، هم علقوا بلالين هنا وعلقوا بلالين في الجنب التاني، معلقين بلالين كتير. والله ما صل على النبي، جايبين لي بقى كل واحده جايبه شوكولاته. هيوريكم الحاجات دلوقتي اللي هم جايبينها. بس الغرض من الحاجه دي او الفيديو ده ايه؟ يعني ان انت افرحي معاهم. يعني انا ما كانش في بالي، هو ده احنا يعني طول النهار ما قالوليش حاجه، ما اعرفش ايه، عملت الاكل وطلعت. الكلام ده كان يعني احنا كنا فوق هنا في الوقت ده لسه من شويه، يعني بعد العشاء او كده، ساعه العشاء مدانيه علينا وانا فوق، وانا معاهم فوق يعني. فقالوا لي يا ماما تعالى هنوريكي حاجه، لا قالوا لي احنا جبنا، ولا قالوا لي احنا فتحنا الحصاله. انا مش ما خدتش بالي من اماكن حصالتهم ان هي متشاله او كده، ما خدتش بالي طول النهار من حاجه. هما فتحوا وراحوا جابوا، كل واحدة جابت برواز من ده. وجابوا كروت كتبوا عليها ديرة ريتال، كاتبة كل سنة وانت طيبة يا ماما، بحبك يا ماما، وحاجات من دي. وريتال برضو جايبة كارت وكاتبة عليه. وجابوا اللهم صل على النبي شوكولاتة. رماس جابت لي حاجة كده للبخور، هي عارفة ان انا بحب البخور، فجابت لي حاجة كده للبخور. وجابت لي مصحف صغير كده معاه مجسم للكعبة. كل شويه بعدين يبصوا ويعملوا لي. هي حاجه زي ما بقول لك بسيطه، بس انت لو حتى انت بتعملي لعيالك حاجه بسيطه كده وتفرحيهم زي ما هما مثلا بيفرحونا او كده. ماشي يا كوكو. لو انت جبت حتى لحد من عيالك، لو انت مش بتعملي عيد ميلاد او مش بتعملي حاجه، وجبت له مثلا في اليوم ده شوكولاتايه، لو هو صغير جبت له لعبه مثلا هو بيحبها. مش لازم الحاجه تبقى غاليه، او ان انا لازم اعمل عيد ميلاد واو او حاجه. اهو انا مثلا حاجه زي ده انا مش عامله اي حاجه. ده الكارت بتاعي مقاس، انا مش عامله حاجه ولا حتى عامله كيكايه حتى. يعني انا بعمل حلويات كتير، بس انا مش في بالي علشان انا مش بعمل عيد ميلاد او كده ليا او كده. فمش في بالي، ما عملتش حاجه. ولو انا عارفه ان هم هيعملوا حاجه زي كده كنت عملت حاجه طلعتها لهم، حتى حطوها على الترابيزه او حاجه معاهم. انما ما جاش في بالي. دي الكعبه اللي هي مجسم الكعبه مع مع المصحف ده، اللي هي الرماس اللي بقول لك جايباه. واللي في ايدي التانية دي شوكولاتات وحاجات هم جايبينها، هحطهم لكم دلوقتي. ودي العلبه بتاعه البخور، بتحط كده في الحته الفاضيه دي المكعب بتاع البخور، الفحم، والمكعب بتاع البخور فيه، او البخور اللي هو بيولع لوحده ده بتحطيه عادي فيه. فانا بقول لك انت لو حاجه بسيطه، انا مش عامله عيد ميلاد اهو، برضو انبسطت وفرحت وشغلوا بقى اغاني فوق وقعدوا يرقصوا وقعدوا ما اعرفش ايه حاجات. يعني انبسطوا وفرحوا مع انها حاجه بسيطه. قلت لهم ماشي، طب والله انا هنزلها لكم. هم انا ما ولا قلت لهم صوروا ولا قلت لهم حاجه، هم اخدوا الحاجه فوق وصوروا وفتحوا، حتى انا بفتح الباب والله ما اعرف هي ماسكه ايه في ايدها ولا هتضرب ايه ولا هتعمل ايه. انا اتخضيت من اللي هم بيعملوا. انا كان كل ساعه ما شفت الحاجه مش هاممني الحاجه اللي هي عاملاها. كانت جايبه لي خاتم كده محبس كده في حاجات بتلمع. كل اللي هاممني ازاي هنكنس الارض. فقالت لي خلاص طب انا هجيب ده اللي هي الخاتم اللي هي جايباه. قالت لي بقى انا هجيب المكنسه وابقى اعملها. قلت لها لا خلاص خليك، انا هقوم الصبح كده كده هعمل هعيد مسحه كده على الشقه اللي فوق، ابقى اعملها معاه وانفض الانتريه والحاجات دي كلها. الصبح هبقى اعملها، وهتشوفوا الحاجات اللي في الارض اللي ماليه الارض بتاعي، اللي هي بتضرب القصايص، الحاجات اللي هي القصايص الملونه والحاجات دي. بس انبسطت. حاب يعني ساعة انبسطنا فيها، فرحنا فيها، ضحكنا فيها كتير جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان هم اللي فكروا، او حتى باباهم مش موجود، هم اللي فكروا وقالوا يعني مع نفسهم فتحوا الحصالة وجابوا الحاجات من نفسهم. وجابوا كمان كروت، ما نسوش دي ان هم جابوا كروت ويكتبوا لي فيها مثلا بنحبك يا ماما وحاجات من دي. جابوا شوكولاتة، كل الحاجات دي من مصروفهم برضو، كتر خيرهم. كل شوية يجيبوا البتاع يضربوه عليا. كل الحاجات دي كفايه بس تفكيرهم ان هم فكروا قال هنعمل لماما حاجه او كده. كل واحده جايه بالوزير مش عارفه ليه.
قالوا هنعمل لماما حاجه، يعني ما معهمش فلوس طبعا يجيبوا جاتوه او تورته او حاجه من دي. فكروا في على قد امكانياتهم في الحاجات اللي هم معاهم، يعني بيقعدوا يحوشوا في مصروفهم، والاخر صرفوا جابوا لي بيه الحاجات دي كلها. والله العظيم قلت لهم يا ولاد كنتوا خلوا حاجاتكم لنفسكم، يعني ما كانش لازم تجيبوا الحاجات دي كلها. قالوا لي لا يا ماما احنا كنا عايزين نجيب الشوكولاتات دي، هم مقسمينها يعني عليهم، كل واحده جايبه حاجه من دي. والبراويز دي برده كل واحده اتنين، وبتاعه البخور والكعبه والحاجه دي، وجايبين لي علبه صغيره دي فيها دبابيس وحاجات من دي. بس انبسطت وانا بشكرهم جدا جدا. انا عامله لهم الفيديو عشان اقول لكم، اقول لهم ان انا صورت لهم الحاجه اللي انتوا جبتوها لي، وانبسطت من الحاجه اللي انتوا عملتوها. وفي عيد ميلادهم ان شاء الله هعمل لهم حاجه اكبر من اللي كنت بعملها لهم، لان هم بسطوني وفرحوني. بس يا كوكو بسطوني وفرحوني قد ايه، ما تقوليش الحاجه بسيطه او كده. الموقف بس لوحده بتاع العيال ان هم يفكروا في حاجه زي كده، ده حاجه كويسه، وتحس ان هم عندهم مسؤوليه ومسؤولين وحاسين عايزين يفرحوكي وفكروا في حاجه من نفسهم. كتر الف شكر. شكرا لهم.